The universe does not owe you shit. زي اني مثلا يعني هقول لك ان الفقراء بيتفرجوا على ماتشات كوره اكتر من الاغنياء. لا بس تمام، انا فين وفلان ده فين؟ انا وضعي احسن بكتير. اللي حواليك هم اصلا منيلين ب60 نيله. تقدر تخمن حلقه النهارده بطوله مين؟ او يعني مين البلد اللي في المقدمه بتاعتها دي؟ استونيا. عرفت منين؟ عشان انا قلتها، انا افتكرتك عرفت من العلم. طب انا هديك سؤال، عاصمه استونيا ايه؟ لا مفيش. مش للدرجه دي صح؟ تالين، عاصمه استونيا تالين. انا رحت تالين دي بقى، وبعدين من تالين رحت السيتي تانية اسمها تارتو. تارتو دي بقى زي ما تقول كده المدينه الجامعيه اللي في استونيا. وانا رحت هناك لسبب مجهول، مش عارف ليه، كنت رايح مع جماعه اصحابي كده. المهم اول لما وصلنا من تالين لتارتو دي، لقيت صحابي دول راحوا عيد ميلاد كانوا متفقين عليه او حاجه، وانا اكتشفت ان انا هقضي الليله كلها في المدينه الجامعيه دي من الساعه مثلا 6 7 بعد الظهر لتاني يوم الصبح ميعاد الاتوبيس بتاعي عشان ارجع تالين. هتمشى في الشارع، ما بعملش اي حاجه. قعدت الليله كلها من اول لما الشمس غابت لحد تاني يوم الصبح قاعد بمشي في الشارع، وهي اصلا كلها على بعض متر في متر ونص كده. المدينه ما فيهاش اي حاجه تتعمل، غير ما فيهاش غير جامعه وشويه طلبه كده تايهين في الشارع، وفيها ماكدونالدز ومحطه بنزين وشويه شحاتين بقى وهوملس بيبل ودراج ادكتس بقى، وناس سكرانه في مرميه على جنب الطريق وحاجات كده. وانا عمال امشي بقى وسط الناس دي، وعمال الليل كله عمال امشي لما جالي حب الشباب في رجلي. كانت ليله بشعه. فهي دي الذكرى بتاعتي مع استونيا الحقيقه. حلقه النهارده بقى ايه؟ الحلقه اللي فاتت كانت مقدمه، لا الحلقه دي فيها المحتوى نفسه بقى، او جزء منه، لان هعمله على كذا حلقه يعني. وربنا يستر على الرياكشن بتاع الناس في الحلقه دي بقى. يلا بينا. يا هلا يا هلا يا هلا، مستعد للسلسله دي؟ قبل ما احكي لك على الحاجات اللي بيعملها الفقراء والاغنياء ما بيعملوهاش، لازم اكد عليك انك طبعا الاول تكون اتفرجت على الحلقه 0. والاهم من الحلقه 0 بالنسبه لسلسله الغني والفقير هو انك طبعا تكون اتفرجت على حلقه المقدمه بتاعت السلسله دي، وده علشان ما تقفش وانت بتتفرج. ولينك حلقه المقدمه هحطه لك هنا اهو. ثانيا، وقبل ما اقولك على ال10 حاجات اللي بيعملها الفقراء وما بيعملهاش الاغنياء، احب برضو ااكد عليك انك ما تاخدش الكلام على اعصابك لو لقيت نفسك بتعمل حاجه او اكتر من ال10 حاجات دول. ولازم تفهم ان اللي انا هقوله في الحلقه دي ما هواش قانون ولا علم، ده راي شخصي مبني على دراساتي ومعلوماتي وتجربتي انا الشخصيه. ومش معنى انك لو بتعمل حاجة او اكتر من اللي هقولهم ان بكده الفيديو ده هجوم عليك او تقليل منك. بالعكس، خدها بالناحية الايجابية، واعتبر ان الحلقة دي حلقة نصيحة جايالك في وقتها، او روشتة للحاجات اللي لو تجنبتها ممكن جدا توصل لنتيجة احسن في الحياة عموما. واخر حاجة قبل ما ابدأ الحلقة، هتلاقي اكيد اكتر من نقطة من اللي انا هذكرهم بينطبقوا على الغني زيه زي الفقير. وده برضه هيكون بيأكد النقطة اللي فاتت، واللي مقصود منها ان ارائي في الفيديو ده هي اراء عامة ومش قانون علمي لا يمكن مخالفته. زي اني مثلا يعني هقولك ان الفقراء بيتفرجوا على ماتشات كورة اكتر من الاغنياء، ده مش معناه نهائي ان مفيش اغنياء بيتفرجوا على ماتشات كورة. ما تجيش انت بقى وتقول لي طب ما المليونير الفلاني بيتفرج على ماتشات والملياردير العلاني بيشجع فرقة المزاريتا يونايتد والجو ده. خلاص، انت المفروض فهمت ان دايما فيه وفيه، والموضوع نسبي جدا وبنتكلم بصورة عامة. انشف معايا كده عشان بعد الانترو هنخش على 10 حاجات بيعملها الفقراء والاغنياء ما بيعملوهاش. اول حاجه بيعملها الفقراء ومش بيعملها الاغنياء هي ان هم دايما بيدوروا على حد يلوموا عليه مشاكلهم ويعلقوا فشلهم في رقبته. تلاقي واحد يقول لك اصل انا ابويا ما صرفش عليا كويس، او مدرستي ما كانتش بتديني تعليم عدل، اصل فلان سرق فكرتي وعملها هو. واكتر الحجج المنتشره لما تعلق شماعه الفشل على الحكومه، وتقول حاجات زي اصل الحكومه مش موفره العيشه المناسبه للمواطنين بتوعها، او الحكومه مش موفره وظائف كفايه للناس والمرتبات ولا حاجه، او في مكان اخد الشغلانه بتاعتي واداها لحد تاني معاه واسطه، والخ الخ الخ. واغلب الحجج دي حجج فاضيه، والفقراء بيتحججوا بيها بس علشان ما يحسوش بالذنب قدام نفسهم او حتى بالاحراج قدام اللي حواليهم. ودايما تلاقي الفقير مستني المخلص اللي هيجي ينقذه، وقاعد بيفكر في خيالات وهميه عن سيناريوهات على طريقة اصل خالي اللي في البرازيل في يوم من الايام هيموت وهورثه. لازم طبعا نعترف ان في حاجات كتير الفقير بيكون مسير فيها مش مخير، ولكن الاكيد ان الحاجات اللي هو مخير فيها اكتر بكتير. لو انت فقير لازم تعرف انك مسؤول عن اكتر من 90% من حياتك.
انت مسؤول عن علاقاتك والناس اللي بتقعد معاها، انت مسؤول عن صحتك والطريقة اللي بتعامل جسمك بيها، انت كمان مسؤول عن تغيير اي حاجة مش عاجباك في حياتك. انما لو فضلت بس بتلعب لعبة لوم الاخرين على مقاسي حياتك، انت كده كأنك بتقول لنفسك واللي حواليك ذنبي مش ذنبي ومفيش في ايدي اي حاجة اعملها، وبالتالي بتخدر نفسك بالاستسلام للأمر الواقع، وهتفضل على طول مكانك لو ما عملتش حاجة، وهتبقى عامل زي المنحوس اللي راح للعراف يشتكيله، فالعراف قال له شوف يا ابني انت هتقعد 20 سنة منحوس. قال له ياه 20 سنة؟ طب وبعدين؟ قال له بعدين هتتعود على كده. الناس الفقراء لو مش بيلوموا غيرهم على مشاكلهم، فهم على الأقل دايما عندهم إحساس بالاستحقاق عجيب، أنا مش فاهم جايبينه منين، دايما حاسين ان في حد المفروض يساعدهم. لازم تفهم ان الكون مش مديون لك بأي شيء. The universe does not owe you shit. لو ما كنتش انت بنفسك تقوم وتتحرك وتغير الوضع اللي مضايقك، هتفضل طول عمرك فقير وهتفضل على طول مستني مساعدة الغير. تاني خصلة موجودة عند الفقراء ومش هتلاقيها عند الأغنياء، هتلاقي إن أغلب الفقراء بيصحوا متأخر. أنا طبعا عارف إن في برضه شوية أغنياء بيصحوا متأخر، لكن الأغلب الأعم عند الفقراء هو الصحيان متأخر. وتلاقي الشاب من دول سهران طول الليل على فيلم أو بيلعب على اللي يشيل المشاريب على القهوة، ويقولك بكرة بدور على شغل، ويجي بكرة يلاقي نفسه صاحي الظهر وميعاد مقابلة الشغل طار، فشوية كده وينزل يقعد تاني على القهوة ويروح الفجر ويستنى بكرة وهلم جرة. الكلام ده بيحصل بالذات أكتر في مرحلة الشباب، ويضيع العمر ما بين السهر والمحاولات الفاشلة للصحيان بدري والالتزام. بينما تلاقي شاب تاني اتعود من صغره يصحى بدري وياكل صح ويلعب رياضة ويثقف نفسه ويجهز ليومه، بينما اخونا التاني لسه في سابع نومه علشان روح بيتهم قبل الفجر بساعة. الناس الفقراء ولا بيهتموا بأكلهم أو صحتهم ولا حتى نظافتهم الشخصية، تلاقيه بياكل أي كلام وأي حاجة تقع عليها إيده، تلاقيه بيضرب جانك وفاست فود وسكريات عمال على بطال، وبيولع السيجارة من السيجارة عشان يطلع همه في دخانها. وأكيد حد حالته عاملة كده هيكون عنده مشاكل أكبر بكتير من إن هو يفكر في ريحته ونظافته الشخصية ولا حتى غسيل سنانه. تالت خصلة أو خدعة بيقع فيها الفقير وما بيقعش فيها الغني هي خدعة الغنى السريع. وتلاقي دايما الفقراء بيجروا ورا فرص من نوعية اللوترية واي نحتاية فيها فلوس سريعة، وطبعا متابعين بشغف للبرامج اللي بتكسب فلوس. تلاقي واحد من دول عليه ديون لطوب الارض ومش لاقي ياكل، بس عمال يبعت رسالة من تليفونه تمنها قد كده علشان يشترك في مسابقة مكسبها $1,000,000، وهيدخل فيها منافسة مع 10 مليون فقير غيره علشان يشوفوا مين فيهم اللي حظه اتعس من التاني. وهتلاقيه هو نفس الشخص ده مش بيدور على اي شغل حقيقي يبذل فيه مجهود ويكسب منه، بالعكس هيكون بيدور على الشغلانة السريعة السهلة اللي يطلع منها بأي مصلحة تمشيه يومين 3 وبعدين يبقى يرجع يدور على اللي بعدها واللي بعدها وهكذا. الحاجة الرابعة اللي بيعملها الفقير، هتلاقيه قاعد بيتفرج على التلفزيون عمال على بطال، مسلسلات على افلام على برامج وحوارات طول النهار والليل، وده غالبا لانه فاضي ولان استقبال المحتوى بالنسبه له بالطريقه دي اسهل عليه بكتير من ان هو مثلا يجيب كتاب ويقراه. وبالتالي ممكن يقعد قدام الشاشه ساعه ورا ساعه وكانه بيلهي نفسه عن مشاكله الماديه وبيهرب جوه عالم التلفزيون وكانه مخدر من نوع مختلف. والفرجة الكتير على تفاهات هي مجرد بتعمل لك حالة تشويش وتشتيت عن الحاجات اللي المفروض تكون بتعملها. لو انت خبير في التفاهات وتعرف مين من الممثلين اتجوز مين ولا طلق مين، وكلامك كله عبارة عن المطرب الفلاني خبز والمطربة العلانية عملت وفلانة هتسيب جوزها وشاهد قبل الحذف والتفاهة دي كلها، يبقى انت بتضيع وقت كتير قوي في الفرجة على حاجات غالبا مش هتفيدك نهائيا. واكتر حد بيستفيد من الكلام ده هو الناس الاغنياء والمشهورة بالفعل، واكيد مش انت. الاغنياء بيحاولوا يكونوا موجودين في التلفزيون مش بيتفرجوا عليه. خامس حاجة بيعملها الفقراء انهم ما بيهتموش بالتحويش نهائي، وبالرغم من ان انا قلت قبل كده اكتر من مرة ان التحويش لوحده مش كفاية وان اللي بيحوش وبس خسران، الا ان ده ما يمنعش برضو اصراري دايما عن الكلام عن التحويش واهميته، لان التحويش خطوة مهمة من خطوات بناء حريتك المالية. وده ببساطة لانك علشان توصل لمرحلة الاستثمار من غير ما تكون مديون لازم قبلها تكون عديت على مرحلة التحويش. الفقراء مش بيحوشوا، وده غالبا لسبب من اتنين، يا اما ان دخلهم قليل وده مفهوم، يا اما لان كل ما دخلهم بيزيد بيرفعوا من مستوى معيشتهم مع كل زيادة في الدخل، ودي مساوئها وتأثيرها السلبي على الفقير ممكن تكون حتى اوحش من قلة الدخل. وتلاقي الفقير متعود يعيش اليوم بيومه ومش بيعمل حساب المستقبل في التحويش، وزي ما بيتقال the poor are living paycheck to paycheck، يعني كل اللي جاي على قد اللي رايح، ولو اللي جه زاد برضو المصاريف هتزيد. وبكده الفقير مش هيكون عنده اي هوامش احتياطي علشان لو حصل له اي ظرف طارئ، والاسوأ من كده مش هيكون عنده اي فائض عشان لو
الفرصة المناسبة جات له للاستثمار اللي ممكن فعلا يغير حياته، مش هيكون مستعد ليها ماديا، وهيضطر يا اما يستلف او يفوت الفرصة على نفسه. حاجة تانية بيعملها الفقير وما بيعملهاش الغني هو انه بيعتمد على الكريدت كارد اللي هي كروت الائتمان. هو الغني على طول بيستعملها، بس بيستعملها صح، انما الفقير بيتعامل معاها بطريقة غلط وبيستخدمها بمنتهى السذاجة على اساس ان دي بقت فلوسه، وان رصيده المتاح في بطاقة الائتمان ده بقى دخل زاد من الهوا كده على دخله. وطبعا الكلام ده كلام فارغ. الفلوس اللي بتكون في رصيدك في بطاقة الائتمان دي ما هياش فلوسك، دي فلوس البنك وهو مجرد بيسلفها لك، ولو اتأخرت يوم في تسديد المبلغ بالكامل بيزود عليك فوائد وياخد منك فلوس اكتر من اللي انت كنت سالفها منه. الفقير بيتعامل مع بطاقة الائتمان غلط وبيعتمد عليها في كل مصاريفه والتزاماته، بالرغم من ان حسابه الفعلي او فلوسه اللي في الديبت كارد او بطاقة الخصم المباشر ما هياش موجودة اساسا، وبيعيش على السلف من بطاقة الائتمان، وكل شهر يدفع الحد الادنى المطلوب منه، وده طبعا بيودي في داهية. خد عندك بقى فوايد على نزول في تقييمك الائتماني، على تراكم ديون عليك، وشهر ورا شهر هوب بتلاقي نفسك بتدور على الكارت اللي بعده علشان تسدد بيه الكارت الاولاني، وهكذا وهكذا لحد ما تشهر افلاسك. يعني من الاخر الفقراء لما بيستعملوا كريدت كارد بالطريقه دي فهم بيصرفوا الفلوس من قبل ما يعملوها وتكون معاهم، وده غلط جدا. واعتقد ان كتير من الفقراء بيستخدموا كروت الائتمان على طريقه you buy things that you don't need with money that you don't have to impress people that you don't like. الطريقة الصحيحة لاستخدام الكريدت كارد وازاي كمان تكسب منه فلوس كلها هتلاقيها في قصة حياة الفلوس الجزء الرابع، ولو عايز تروح لها على طول من غير ما تتوه دوس على اللينك اللي هحطه لك هنا ده. الفقراء في المتوسط بيكون عندهم عيال اكتر من الاغنياء، ونلاحظ ان الفقراء متوسط سنهم عند اول طفل ليهم بيكون اصغر من سن اول طفل عند الاغنياء. ودايما تلاقي منتشر عندنا المقولة اللي بتقول العيل بيجي برزقه، من غير بقى ما نفكر طب هو لما العيل ده بقى يجيب رزقه هنعلمه ازاي وبكام، هنصرف على سكنه واكله وشربه منين، وايه نوع التربية اللي هو اصلا هياخدها لو هو اخ من ضمن 10 غيره، والاب اصلا بيكح تراب ويدوبك مكفي بيته ميه وعيش. على عكس كده هتلاقي الاغنياء ممكن يكون متوسط عمرهم لما بيخلفوا اول طفل اعلى من متوسط سن الفقراء، وده بيساعدهم في ان هم يكونوا لحقوا يحققوا حاجه، او على الاقل ضمنوا المبادئ الاساسيه لتربيه طفل صالح وفي الوقت المناسب. وكمان هنلاقي عدد الاطفال عند الاغنياء اقل بنسبه كبيره عن عددهم عند الفقراء. للاسف الفقير بيستخبى ورا مقوله العيل بيجي برزقه، ولكن اللي فعليا بيحصل في اغلب الاحيان ان مع كل طفل زياده بتكون المصاريف كمان زياده، ونتيجه ده بتكون حياه اقل رفاهيه ومستوى تعليم متدني ومستقبل اصعب بكتير من بس لو كان عدد اطفالك اقل، علشان تقدر تركز معاهم وتوفر لهم حياه معقوله على قد دخلك. من اكثر الحاجات اللي الناس الفقراء بتعملها والاغنياء ما بيعملوهاش ان هم بيحاوطوا نفسهم بالناس الفقراء اللي زيهم، او حتى كمان الناس اللي افقر منهم، وده طبعا لان بكده مش هيحسوا بالمشكله او حتى هيواجهوا نفسهم بالكرب اللي هم فيه، لانك لما هتحاوط نفسك بناس زيك او اقل منك بكده مش هيبان وضعك السيء ولا قدامهم ولا حتى قدام نفسك، وهتفضل مخدر نفسك بخدعه انك احسن من اللي حواليك، ولكن الحقيقه هي ان اللي حواليك هم اصلا منيلين ب60 نيله. ده غير طبعا ان ميزري لافز كومباني، يعني البؤس بيحب اللمه، فتلاقي الفقير قاعد مع الفقراء اللي حواليه ويخشوا بقى مع بعض في تحدي مسابقه مين فيهم اتعس من التاني، وكل واحد يبدا يشارك الباقي بمشاكله الماديه ويشوفوا مين فيهم هيعلي على التاني اكتر في مستوى المأساة اللي بيعيشها. اصل المدارس عندي غليت، لا انا بقى عندي الواد دراعه اتكسر ولازم له عمليه، وانا صاحب البيت هيعلي عليا الايجار اللي اصلا بقالي 3 شهور ما دفعتوش، وانا مديري هيمشيني من الشغل، ويبقى تلم المتعوس على خايب الرجا وكله قاعد بيولول. زي ما قلت قبل كده انت بتكون المتوسط بتاع اكتر 5 اشخاص بتقضي معاهم معظم وقتك. هتقعد مع ناس احسن منك هيرفعوك معاهم لفوق، هتقعد مع ناس اضيع منك هتلاقي نفسك نزلت لمستواهم وحسيت براحة مؤقتة، لانك بكده هتصبر نفسك وتقول لا بس تمام، انا فين وفلان ده فين، انا وضعي احسن بكتير، وتفضل كده لحد لما تلاقي نفسك بتنزل من مستوى للي تحتيه واللي تحتيه لحد ما فجأة تلاقي نفسك في القاع. الفقراء مش بيشتغلوا على تحقيق اهدافهم، مش كده وبس، الفقراء ممكن جدا اصلا ما يكونش عندهم اهداف واضحه ولا حتى اي اهداف من اساسه، غير بس هيجيب الاكله اللي جايه منين او حتى هيبات فين النهارده، يا دوب اهداف يوميه وسريعه وملهاش مستقبل، ويا دوبك علشان تحافظ على المستوى الاول من مستوى هرم ماسلو للاحتياجات.
البيئة والمجتمع اللي اتولدت فيه كفقير دول حاجات خارجة عن ارادتك وانت مش مخير فيها، ولكن اهدافك ومشاريعك وشغلك على نفسك دي كلها حاجات انت اللي بتشتغل عليها، وانت اللي بتقرر اذا كنت هتبذل المجهود علشان تحققها لنفسك ولا لا. يعني احنا مثلا عارفين ان 9 من كل 10 مشاريع بتفشل، يعني نسبة 90%. لكن تعرف المشاريع اللي فكرت فيها ولكن ما اشتغلتش عليها وبدأت تنفذها فعلا نسبة الفشل فيها كام؟ نسبة فشل المشاريع اللي ما بدأتهاش اصلا هي 100%. الفقراء مش بياخدوا اي مخاطرة ومش بيبدأوا اي شيء، ولو بدأوا شيء مش بيكملوه. يقول لك عارف المحل الفلاني اللي بيبيع بقد كده ده كان اصلا معروض عليا بملاليم وانا رفضت الشراكة. يا سلام، عبقري انت بقى كده. ولا يقول لك عارف حتة الارض اللي النهارده سعرها ملايين، اهي دي كانت معروضة على جدي بملاليم وما خدهاش. يا فرحتي. او يقول لك عارف المشروع الفلاني ده اللي مكسر الدنيا، اهو الفكرة بتاعته دي اصلا كانت فكرتي. طب يا عبقري زمانك عملت ايه بقى عشان تنفذها؟ ولا حاجة. الفقير بيتكلم ويتكلم ويتكلم، انما فعل وتنفيذ مفيش. الناس الفقراء ما بتعرفش تفرق ما بين الاصول والالتزامات، الاسيتس واللايبيليتيز. يعني اغلب الفقراء مثلا فاكرين ان العربية هي اسيت، يعني اصل، مع ان العربية في 90% من الاوقات هي التزام ما هياش اصل. والفقراء كمان فاكرين ان اللبس والاكسسوارات والموبايلات الغالية دي كلها اصول عندهم، مع ان العكس هو الصحيح، وان كل دي التزامات عليهم، وخصوصا لو كانوا بيدفعوا لها اقساط. علشان تعرف الفرق ما بين الاصل والالتزام احسبها بمنتهى البساطه كده في عقلك. الاصل اللي هو الاسيت هو اي حاجه بتدخل في حسابي فلوس، والالتزام اللي هو اللايبيليتي هو اي حاجه بتاخد مني فلوس. تعال نقيس على مثل العربيه اللي انا اديتهولك في الاول ده. العربيه بمجرد ما بتشتريها من المعرض لو تاني يوم جيت تبيعها هتخسر في ثمنها، ولو ما بعتهاش فانت على طول بتصرف عليها بنزين وصيانه وقطع غيار ومخالفات وتجديد رخصه وباركينج وسايس وتنظيف، وطبعا ما تنساش قسط التامين. كل ده مصاريف مصاريف مصاريف، وبعد سنين لما هتيجي تبيعها هتجيب لك اقل بكتير من كل اللي دفعته فيها وعليها، وحتى لو جابت لك اكتر من الثمن اللي دفعته فيها، وده شيء نادرا ما بيحصل وفي بلاد قليله زي مثلا مصر. وفي الحاله دي اوعى تفرح بمكسبك في سعر العربيه، لان اللي انت مش واخد بالك منه هو ان الزياده في السعر اللي انت بعت بيه دي جايه بس بسبب تضخم عالي جدا حاصل في البلد. وده معناه ان الفلوس اللي هتبيع بيها عربيتك حتى لو كانت بسعر اعلى من اللي انت اشتريتها بيه، للاسف هتجيب لك عربيه اقل بكتير في الاسم والامكانيات من العربيه اللي كانت معاك بسعر وقيمه الوقت اللي جبتها فيه. طبعا العربيه مهمه جدا علشان تساعدك انك تروح وتيجي من شغلك ومشاويرك، ودي حاجات طبعا بتساعدك انك تعمل فلوس، ولكن العربيه كعربيه ممكن تكون اصل بس لو هي فعليا بتجيب لك فلوس، زي مثلا انك تكون مشغلها تاكسي اوبر، او مشغلها في النقل والشحن، او لو انت مثلا اصلا تاجر عربيات، ساعتها العربية بتكون أصل من أصولك، علشان في الحالات دي هتكون بتدخلك على حسابك فلوس. النهاردة حكيت لك عن 10 حاجات بيعملها الفقراء ومش بيعملها الأغنياء. الحلقة اللي جاية هكلمك عن 10 حاجات بيعملها الأغنياء ومش بيعملها الفقراء. أتمنى إن الحلقة دي ما تكونش داست على أزرار غلط عند ناس كتير، واللي حس إن الكلام موجه ليه بدل ما تقعد تلطم وتصوت في التعليقات، ابدأ بإنك تغير الحاجات اللي وجعتك من الفيديو ده، وغير طريقة تفكيرك قبل ما حتى تغير أفعالك. وافتكر دايما إن الهدف مش إنك تكون غني، الهدف إنك تكون سعيد. الإنسان الغني هو الإنسان السعيد. اسمعها تاني كده، الإنسان الغني هو الإنسان السعيد، ودي مختلفة تماما عن إن الإنسان السعيد هو الإنسان الغني. فكر فيها شوية كده وقول لي إيه رأيك. تعال بقى نفك الجو شوية بالفرجة على الكواليس، بس قبل ما تتفرج عليها ما تنساش لو لسه ما عملتش لايك لحد دلوقتي اعمل، وابعت الحلقة دي لصاحبك الفقير عشان ياخد باله، واكتب لي في التعليقات كلمة السر واللي هتكون الغني هو السعيد وليس العكس. ولو عايز بقى تشكرني على المحتوى اعمل التلاتة. تحياتي. السيدي بتاع التارتو دي ولا ايس كريم؟ ماشي، هو السن ده بتاع كده، هنعمل ايه؟ هنضطر نتعايش مع ابننا حلوة ايه؟ قال لك تارتو ولا ايس كريم؟ ماشي، انا هعمل نفسي سمعتش الافيه اللطيف ده. مرة واحد رفيع عمل ريجيم واختفى. طيب انا متشكر قوي على هذا الفاصل الكوميدي من النكت. مرة ايس كريم اتزحلق قال الحسوني. اول مرة اسمعها، بس المفروض تعملها بأداء. الحسوني. خامس حاجة بيعملها الفقراء انهم ما بيناموش، ما بيمشوش، ما بيهوشوش، ايه؟ انت ما بتقروش. ما بقروش. انا ما جيتش. ما بيهتموش بالتحويق، ما بيهتموش. وان رصيده اللي في بطاء وتلاقي الفقير متعوش.
النهارده